معليش. سعيد جدا أن أحضر معكم تفاصيل هذا النقاش العمومي الهادف والجاد، سيما أن الجهة المنظمة هي سليلة الحزب الشيوعي الذي انتفض ضد الكولونيالية الفرنكو إسبانية منذ 1946. معليش. حزب التحرر والاشتراكية يذكرنا بالراحل علي عتا وبعزيز بلال وبمحمد أمين السعدي وبنخبة اليسار العقلاني الذي آمن مبكرا بالعمل داخل المؤسسات فانتفض ضد الإمبريالية وانتصر لكل قضايا الوطن العادلة. يسعدني سيداتي وسادتي أن يكون على يميني جناب النائب البرلماني على هذا الإقليم المتميز، ونحن في رحاب جغرافية ساهمت بقوة في المقاومة المسلحة المغربية. الأطلس المتوسط الشرقي بقسميه الواحي والجبلي كان له باع طويل في إعلاء صوت الوطن بحثا عن سؤدده وعن علو رايته. الأستاذ رشيد الرحموني شئنا أو لم نشأ، فؤاد نعم الحموني الأستاذ رشيد الحموني شئنا أو لم نشأ، ليس من السهولة سيداتي وسادتي أن تكون ابن المغرب العميق، ابن هذه الفيافي التي ما استفادت ما يكفي في ظل سياسات عمومية غير منصفة، وأن تكون رئيسا لفريق اشتراكي في قبة مجلس النواب. رشيد الرحموني يستحق منا جزيل الشكر والامتنان، لأنه على الأقل تحت أنغام هذه القطرات الرائعة يسمع صوتكم وصوتنا جميعا، يساهم في مراقبة السياسات العمومية الحكومية، يساهم في سلطة التشريع، ويساهم في الدبلوماسية الموازية البرلمانية. واعتقد أن هذه المهام الثلاث هي المهام المنوطة بالبرلمان بغرفتيه في مضامين الوثيقة الدستورية لعام 2011. وبالتالي هنيئا لكم فضيلة الأستاذ رشيد لكونكم رئيس الفريق الاشتراكي، ولما لا مستقبلا إن شاء الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية. شكرا للفعاليات المدنية الحاضرة معنا، منتخبين، سلطات عمومية، مواطنين ومواطنات، فعالية المجتمع المدني الأساسدة من على منصة هذه الندوة الموضوعاتية المتميزة. وفرحوا براسكم هاشتجبناها، وهذا تبارك الله فال خير على الأخ رشيد. خطرات الغيث إن شاء الله غادي ينتصر السي رشيد في 2026 وستنتصر قفار الأطلس المتوسط الشرقي. سيداتي وسادتي، يعذروني أن أساهم معكم بمداخلة علمية معرفية في الموضوع. مجالية المطارحة هي الأطلس المتوسط الشرقي، الواحة والجبل، في ضوء السياسة العمومية انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي السامي، إبان خطاب العرش الأخير الذي يصادف الذكرى 25 لتربع جلالة الملك، 26 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين. مرجعية المداخلة: المرجعية الدولية الإعلان العالمي للحق في التنمية عام 1986 186 على 41. المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في التنمية، وعلى أن من مهام الدول والحكومات تنزيل التنمية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المدنية لعموم المواطنين، سيما أن الدولة المغربية صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وصادقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، كما صادقت أقول الدولة المغربية على الإعلان العالمي للحق في التنمية لعام 1986. هذه مرجعية دولية تؤطر آلية الشغال المثقف والباحث وفاعلي القرب في إطار المطارحة والمرافعة المستدامة زمنيا ومكانيا على الحق في التنمية. المرجعية الوطنية أؤكد أن المغرب منذ عام 1956 عندما عاد المغفور له محمد الخامس من المنفى أكد أن الدولة المغربية تعمل جاهدة على التخلص من بقايا السياسة الاستعمارية التي جاء بها المقيم العام اليوطي ما بين 1912 و 1925 في إطار تقسيم المغرب إلى مجالين متناقضين، مجال المغرب النافع ومجال المغرب غير النافع. لذلك ارتأى المغفور له محمد الخامس أن يحسم مع تداعيات هذه السياسة الاستعمارية التي استنزفت طاقات مغرب العمق المغرب الهامش على أساس أن كل البنية التحتية كانت رهينة منطق السهول على نقيض التهميش الممنهج إجزاء الواحة والجبل. وإقليم بولمان يتوافر على الواحة ويتوافر على الجبل في إطار مجالية سوسيو اقتصادية عنوانها الأطلس المتوسط الشرقي. المرجعية النظرية أيضا الميثاق ديال عام 1971 وميثاق اللاتركيز ديال عام 1976 وتقرير الخمسينية ودستور المملكة الشريفة لعام 2011. وكذا ينبغي أن نشير إلى أهمية النموذج التنموي الجديد الذي اشتغلت عليه لجنة على رأسها شكيب بن موسى المعين من لدن جلالة الملك حفظه الله. اشتغلت استمعت إلى نبض المغاربة إلى صوت كل الفرقاء، لكن أمام حكومة لها موقف آخر، بحيث قامت بإلغاء هذا النموذج التنموي الجديد كما تجاوزت مقتضيات الوثيقة الدستورية. وأصبحنا أمام مغرب أعتبره مغرب الفرص المهدورة، مغرب من انتصر في التمسك بزمام هذه المرجعيات النظرية المعيارية القانونية الدولية والوطنية. آخر مرجعية نظرية ما ورد في خطاب جلالة الملك في عيد العرش الأخير، بحيث إن كنا نحن أبناء المغرب العميق، أبناء بني ملا الخنيفرة، أبناء فاس مكناس، أبناء ضرعة تفيلاز، على هامش هذه الدينامية التي يعرفها الوطن، يكفينا فخرا يا حكومتنا الموقرة، يا سلطاتنا العمومية الموقرة، يا ساداتنا وسيداتنا، يكفينا فخرا أن جلالة الملك اعترف ومنح لنا صك شرعية تاريخية، إذ قال حفظه الله إنه لم يعد مقبولا أن يكون بيننا مغرب يتحرك بسرعتين. يكفينا شرفا سيداتي وسادتي ونسمع صوتنا للحكومة الموقرة أن مغرب تي جي في والترامواي وأكبر برج في إفريقيا والطريق السريع نحو القرقرات المغربية يقابله مغرب آخر يرزح تحت مؤشرات إفلاس التنمية البشرية. يكفي أن نعود إلى التقارير الرسمية للمندوبية السامية اللي كتعطي الإحصائيات الرسمية للتخطيط لا شيبي لو كوميساريو أو بلون، باش نفهموا بأن جهتكم وإقليمكم تحديدا لا يساهم إلا بأقل من 9% أو ما يعادل 8.6% من لو بيب ولا من لو برودوي انتيريور بروت، في حين يؤكد تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط سيداتي وسادتي أن 3 جهات في المملكة الشريفة تساهم بأكثر من 58.02 من الناتج الداخلي الإجمالي. جهة طنجة، تطوان الحسيمة، جهة الرباط، سلا، القنيطرة، جهة الدار البيضاء الكبرى سطات، في حين أن جهة قلميم ودنون، أن جهة ضرعة فيلاز، أن جهة فاس مكناس، أن جهة بنان الخنيفرة لا تساهم إلا بأقل من ربع ما تساهم به فقط جهة الدار البيضاء سطات على مستوى ثروات الوطن أو ما يسمى بالناتج الداخلي القومي الإجمالي. سيداتي وسادتي، ليس من اليسير أن تحتضن أنجيل ختار هذا النقاش العمومي على هامش الرباط وطنجة والصالونات المخملية المكيفة التي تجعل نخب البرستيج
تضحك على المغاربة جلالة الملك حفظه الله بمرجعية قانونية قوامها عندما بلغ عرش أسلاف عام 1999 وضع لبنات ما يسمى بالمفهوم الجديد للسلطة، وهي محطة الأساس في إطار بناء ما يسمى بالملكية المواطنة أو المونارشي ناسيونال باتريموان. هاد الملكيه المواطنه السيتويان اللي جعلت السلطه العموميه، الاداره الترابيه، الحكومه وكل الفعاليات الرسميه في خدمه المواطنين. سيداتي وسادتي، خطاب ألفا عام 1999 الحكومات المتعاقبه للاسف الشديد ما فهماتش الماهيه والجوهر ديال التفكير الاستراتيجي الملكي اللي كيجعل السلطه كلها على ديسبوزيسيون دو بوبل، بمعنى ان السلطه، ان الحكومه، ان المؤسسات، ان المصالح اللاممركزه في خدمه الشعب، في خدمه المواطنين المغاربه. جلاله الملك سيداتي وسادتي، قبل ان تتبجح الحكومه الحاليه بالدوله الاجتماعيه اللي هي فلسفيا تستمد روحها من دولة الرفاه عند كينز ليتا دو بروفيدونس، جلالة الملك في 2005 وكنقولها في حضرة النائب البرلماني وحضراتكم سيداتي وسادتي أيها الناس، 2005 الاندعاش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الورش الملكي هو الذي قعد للدولة الاجتماعية بجعل أرصدة مالية ضخمة في خدمة محاربة الإقصاء والتهميش والعوز والتباينات المجالية بين مغرب محظوظ ينافس إسبانيا والبرتغال وتركيا وبلدان آسيا شرق الأطلنطي والهادي، ومغرب آخر، مغرب مازال كيقلب على البن ديال الفارينة وعلى امصال سموم العقارب والافاعي، مازال كيحارب الليشمانيا، مازال كيطالب بما يسميه مصلو بالحقوق الاولى امام اعين ساداتنا المنتخبين في الجماعات الترابيه، في مجالس الاقاليم والعملات، في مجالس الجهات، امام المجتمع المدني، امام النخبه. سيداتي وسادتي، ملي كنهضروا على السياسات العموميه، على التباينات المجاليه، خصنا نعرفوا ان محطات كبرى في تاريخ الدوله المغربيه كانت تؤهلنا كمغاربه أن ننافس اليونان والبرتغال وأن نكون أفضل من بلجيكا، ولكن المشكلة أو الأعطاب البنيوية فيها المركزي وفيها المحلي. وأعطي أمثلة. 2011 في تصدير الوثيقة الدستورية نص المشرع الدستوري على أن الهندسة الترابية وسياسة القرب ومنح الصلاحيات الواسعة للجماعات الترابية باعتبارها إلى جانب السلطات العمومية هي التي تناط بها مهام تجويد القرار العمومي. لكن من 2011 إلى 2021 عقد من الزمان زائد 5 سنين، الولاية الأخيرة من الحكومة، وأمامنا مغرب نجح في إرباك مخططات الخصوم بفضل ملعب مولاي عبد الله في الرباط، معلمة رياضية، أيقونة رياضية. لكن لا ينبغي أن يعفينا ذلك أيها الناس من أننا أيضا نملك بوك ماز الذين خرجوا للمطالبة بطبيب عام وللمطالبة بالرجوع وللمطالبة بفك العزلة من على مرأى ومسمع مجلس جهات بن ملا الخنفرة والمجلس الإقليمي والجماعات المحلية. سيداتي وسادتي، مني كنهضروا على تباينات المجالية باش الحكومة والسلطات العمومية يفهموا، ما كنطالبوش أنجيلا خاطر يكون في مستوى طنجة، ما كنطالبوش الرشيدية تكون في المستوى ديال تطوان، بمعنى أننا نتميز كنقاد، كمنتخبين بقرب، كجماعات محلية، كفاعلين مدنيين، كسلطات القرب، كمنتخبين برلمانيين. ماشي حنا كنبيعوا الوهم ولا كنشتغلوا في الطرف المعرفي والبدخ الفكري وتنطلبوا الدوله يولي انجيلا خاطر وبولمان وبومال ودرعه فيلات وخنيفره وهاد المناطق بحال طنجه وتطوان المحمديه، لا، ولكن ما نقبلش نخسروا ملايير ارصده ماليه ضخمه ومازال عندنا قرى يعذروني سيداتي وسادتي تذكرنا بالعصر الوسيط كاننا امام مسلسل يوسف الصديق او يوزرسيف. ما نقبلش
يضحكوا علينا الناس الرباط. كنهضر على الحكومات المتعاقبه والحكومه الحاليه وصناع القرار وجلاله الملك مفاتئه حفظه الله يصرخ: اين السلطه يا حكومات المغرب؟ اين التنميه الترابيه؟ لماذا التباينات المجاليه؟ رقم مالي ديال المبادره الوطنيه للتنميه. يكفي ان المغرب غادي يتجاوز تركيا ويتجاوز ماليزيا ويتجاوز اندونيسيا. اسئله الاعطاب البنيويه مرتبطه بالحكامه مرتبطه بالنخب. نطرح هنا السؤال: هل يكفي ان ننتقد في اطار الدياغنوستيك ونمارسوا عرقله ما يمكن عرقلته في افق العرقله الشامله ونتزايدوا على الدوله ديالنا؟ نحن لسنا من هذا النمط ولا من هذا الصنف، كلنا نتقاسم المسؤوليه. وخلوني نهضر بلا لغه الخشب. مني كنخلقوا جمعيه كنهضر على مناطق الهامش: درعا فيلالت، فاس مكناس، بني ملا الخنيفره، قلميم ودنون، العيون والذهب، الشقيه الحمراء، الداخله والذهب، مغرب اخر. واش عندنا جمعيات او مجتمع مدني قادر يدير مرافعه مستدامه في الزمان والمكان ويكون نظيف اليد وبريء الذمه وما ياكلش المال العام؟ واش عندنا منتخبي القرب قادرين يترافعوا باستمراريه؟ مني كنصوت الخوت ديالي على واحد كيولي رئيس الجهه ولا عضو مجلس الجهه كيدير كرافطه والفيستا تيبدا يهضر معنا كانه اداره كيتقمص شخصيات الاداره، تيبدا يهضر معنا بالخطاب ديال وهنالك ينبغي ان تفهموا في الظروف. المنتخب سلطه الشعب مفروض في اطار السياده الشعبيه اللي عطاتها صناديق الاقتراع يدير مرافعه مستدامه امام سلطه التعيين، السيد الوالي، السيد العام، السيد الباشا، السيد القائد، المصالح اللاممركزه، المديرين الجهويين والاقليميين. خصنا منتخب اللي كيكون البارشوك كيدير ان بليدويي مرافعه ديغابل مستدامه لصالح المواطنين. هنا للاسف الشديد نقولها بوضوح، راه ما يمكنش البرلمان يدير التنميه المحليه والا راه ما قارينش الدستور والقوانين. مهمه البرلمان محدده في الدستور، يقدر يدير التواصل، يقدر يدير مهام اخلاقيه، فض النزاعات، حل النزاعات. مسؤوليه تنميه القرب. واش نقدروا ننتجوا؟ طرحوا كاملين السؤال على راسكم ونطرحوا على راسنا في اللهيه. واش نقدروا ننتجوا منتخبين في الجماعه المحليه قادرين يبنوا خطاب قانوني دستوري سياسي بمرجعيه نظريه دقيقه ويترافعوا مع الدوله، مع الساده العمال والولاة المحترمين، مع السلطات العمال من اجل احقاق الحقوق وتنزيل مشاريع التنميه؟ واش عندنا مجالس الجهات اللي كتخص لها مزايا بالملايير، علما ان القانون التنظيمي 111 14 والقانون التنظيمي 112 14 والقانون التنظيمي 113 14 منح صلاحيه الامر بالصرف لرؤساء الجماعه الترابيه. ومني كنهضروا على الجماعه الترابيه لي كومون تيريتوريال، المجلس الجهه جماعه ترابيه، المجلس الاقليمي جماعه ترابيه، الجماعات المحليه جماعه ترابيه، هم الامرين بالصرف. واش عندنا نخبه طبقه سياسيه؟ كنهضر على طبقات القرب، لا كلاس بوليتيك دو بروكسيميتي قادره دير ان بليدويي مرافعه حقيقيه مع السلطات العموميه لصالح احقاق الحقوق، ام اننا كنصوتوا عليهم كيوليو في المجالس كتنتهي الحمله الانتخابيه والبروباغندا نصبح ايتاما في مأذبة اللئام وينهب المال العام من على عيوننا وحضراتنا وتنهب الفرص المتاحة أمام الشعب، أمام الأطفال والنساء، وتكالى الحق في التنمية. النخب ديالنا خصهم يتحملوا المسؤولية. سيداتي وسادتي، واش عندنا جمعيات كدير تشبيك وكتبني شبكات جمعوية وكدير مذكرات ترفعية؟ نعطيكم مثال، في القانون التنظيمي وفي الدستور عندنا الحق في الملتمسات وعندنا الحق في العرائض، وهي من قواعد الديمقراطية التشاركية المؤطرة بمرجعيات قانونية بل بقانون تنظيمي. شحال من ملتمس درنا كمجتمع مدني، شحال من عريضة درنا كمجتمع مدني، شحال من مذكرة درنا كمجتمع مدني. 3 ينبغي ومفروض على مستوى منهج المرافعة لا ميثودولوجي دو بليدويي، كانت كجمعوي، انت كمنتخب، انت كمناضل، انا كمناضل، من اهم عيوبنا في المغرب العميق
المغرب فاش مكناش مغرب انجيل خطر واية الحسن والمناطق كلها، علينا ان ننتقل ايها الناس من الخطاب النضالي الانفعالي المبني في اطار ردود الفعل اللي كيخلف ضحايا نحو خطاب ترافعي قانوني دستوري يحمي المناضل، يحمي المنتخب، يحمي الفاعل، يحمي قوة القرب، وينتج مرافعة على الأقل تستفز إيجابيا وتربك هدوء صناع القرار داخل الدينامية الديمقراطية، داخل الشرعية والمشروعية. سيداتي وسادتي، إلا بغيت نعطيكم المراحل الكبرى نمشيو المداخل ديال الإصلاح، ياك ما طولت زيد لي 10 دقائق. إلا بغيت سمحتها، إلا بغيت نهضر على المداخل، أنا بغيت نهضر على واحد المداخلة وكنحطها على عاتق سيدي النائب البرلماني سيدي رشيد رحموني. واش حنا درنا الجهوية عباد الله؟ واش درنا لا ريجيوناليزاسيون افونسي؟ واش درنا الجهوية المتقدمة؟ واش نصينا عليها في تصدير الوثيقة الدستورية؟ واش عطينا لها مراسم تنظيمية؟ واش درنا مراسم لا تمركز ولا تركيز، لا ديكونسونطراسيون الى ديسونتراليزاسيون؟ واحد، ادعوك في المداخل نحتاج الى الشجاعة في تنزيل أنظمة جبائية جهوية، لي سيستيم فيسكال ريجيونو. انا شاري الطوموبيل ديال بلا ما نقول علامة تجارية فنجي لخطر، تنخلص الضريبة بحال نفس الطوموبيل في طنجة وفي الرباط، عنده لوتوروت، عنده دوبل فوا، عنده النيلون، لي زامونتيسيون مرتاحين، وانا ما عندي والو، جو باي لا ميم فيسكاليتي. هاد الحكومة صناع القرار السلطة التشريعية اللي جابت الجهوية نحتاج الى انظمة جهوية جبائية. انا باغي نبني واحد الضرب بعد 6 المليون فنجي لخطر، نستر ولادي من قطرات المطار، نفس القانون مع اللي بغى يبني العماره حدا المحيط الاطلنطي في طنجه، نفس القانون في مدونات التعمير، نفس الضريبه باش ندخل الضوء والماء، نفس الضريبه باش نشري السماء. نحتاج، وانا كنقولها، الا كانت الحكومات النيوليبراليه دمرت صندوق المقاصه في اطار مأسسة التسول ويعطيو الدعم للمغاربه حتى ما بقاوش المغاربه تيبغيو يخدموا، تتقول للمغربي انه تخدم تيقول لك كان خاف يطلع المؤشر. وربنا المجتمع يطلب عكس ما يوجد في التجربه الصينيه منذ ماو تشي تونغ في 49 حتى ل 76، وفي تجارب امريكا اللاتينيه وفي البرازيل وفي بعض الدول الافريقيه بحال رواندا واوغندا اللي طلعوا في مؤشرات التنميه البشريه. خصنا يا عباد الله نظام جبائي جهوي. انا بغيت نبني واحد 2 بيوت ديال الطين، ما عنديش ما يسمى بالتمييز الايجابي، لا سيغريغاسيون بوزيتيف. اذا خصنا انظمه جبائيه جهويه، هذا مدخل حقيقي لانصاف مناطق المغرب العميق. جوج، عندنا وكاله تنميه مناطق الشمال وعندنا وكاله تنميه مناطق الجنوب، ما عندناش تنميه مناطق المغرب الاوسط وبولمان الاطلس المتوسط الشرقي في قلب المغرب الاوسط. شكون اللي خلى بولمان ضحيه؟ ما عندوش قطب اقتصادي في الناظور، حيت ما كانش دوبل فوا الناظور، ما كانش تران الناظور، صعيب على بولمان يلتقي بالناظور، ما يمكنش يلتحق بفاس، لان فاس مركزيه داخل الجهه، بيروقراطيه مركزيه، الرباط هو المركز، فاس هو المركز، وعاود ميسور هو المركز، واللي كان من المركز الكبير الى المركز الصغير. وبالتالي الى ما قدرتش الدوله في اعلى مستوى تفتح المنافذ لاقليم بولمان واقليم ميسور وصفرو، هو طريق سريع مزدوج كما كاين بين تازا والحسيمه، بين تيزنيت والقرقرات المغربيه، نحتاج الى طريق سريع مزدوج في افق 2030 مع كاس العالم يربط صفرو وميسور وبولمان بالناظور، بالميناء المتوسطي في الناظور، الجاليه المغربيه اللي كتساهم في التنميه المحليه، وكذا نربطوا هذه المنطقه بالمنطقه ديال وجده الناظور الشرقيه. ها المدخل الاول على البرلمانيين، على صناع القرار، على المجتمع المدني ان نرافع على ربط منطقه بولمان بالناظور عبر طريق مزدوج او عبر طريق سريع او عبر قطار السكه الحديديه، والا خصنا نربطوه بفاس بطريق مزدوج سريع، والا خصنا نربطوه بالرشيديه. ولا هاد بولمان معزول على فاس رغم انه تابع ليه ترابيا، معزول على الناظور، معزول على مكناس، لا تلغات مكناس وخدعت لي فاس
ولغيت فيها المحكمه الاداريه واكاديميه التعليم والجامعه غادي تمشي لفاس كلها والولايات العام كلشي مؤسسات مشاو لفاس، وبعيده على الرشيديه لان الرشيديه استنجد غارق بغريق. هالمدخل الثاني سميتو المدخل الجيوستراتيجي في جعل المغرب يلتقي. الحمد لله عباد الله شوفوا معايا، الحمد لله درنا تي جي في دابا القنيطره مراكش. هذه قرارات كبرى دولتيه نناقشوها بهدوء. واش الا درنا تي جي في افي كان شيفر دافير اكسترا اوردينير ملايير ومليارات باش يمشيو الناس من مراكش القنيطره ويربحوا نص ساعه في الطريق، أليس من الافضل ان نحتفظ على القطار العادي والميزانيات المرصوده للطريق السريع، نجيبوا التران حتى لصفرو ونديوه حتى للناظور؟ راه كان ايام الاستعمار من الناظور حتى لميتلت. واش ما نربطوش بولمان بالرشيديه عبر طريق سريع؟ والرشيديه عاصمه عسكريه المغرب في اطار المنطقه الجنوبيه الشرقيه. هل المدخل جبائي نحتاج الى انظمه جبائيه جهويه. جوج، مدخل جيوستراتيجي جعل جغرافيه الاطلس المتوسط الشرقي تلتقي بمنطقه ملويه السفلى بركان النواحي فلاحيا ثم الميناء المتوسطي ديال الناظور، نربطوها مع فاس كعاصمه علميه عبر طريق سريع ولا تران. المدخل الاول جبائي، المدخل الثاني جيوستراتيجي، المدخل الثالث ديموغرافي. فراسكم في اخر احصاء ديال 2024 يقلب بولمان ما كيزيدش ديموغرافيا، عدد الساكنه وقفات ولا تراجعات. علاش؟ ننتج النخب اللي قرا في بولمان والنواحي في تماره في لاز تيولي مهندس طبيب استاذ، تيدخل يمشي لفاس، كيشري في مكناس، كيطلع الرباط القنيطره الناظور، كيما في درعا تافيلات، كيما في فاس مكناس، كيما في بني ملال خنيفره. بمعنى كننتجوا النخب تيخدموا مواتنا خواتاتنا، تيضربوا تماره، تيقرونا، كنتوظفوا، كنشروا لي زابارتمون الشقق في المدن ب 70 مليون 80 مليون، وكنخويو هاد المناطق. على الدولة أن تعتمد في المدخل الديموغرافي على ما أسميه لا فيكساسيون ديموغرافيك، تثبيت المورد البشري. ومني غنهضروا على تثبيت المورد البشري نربطوه بالجبايات. نعطي مثال، مني كيتحاوروا النقابات المركزيه النقابيه مع الحكومه في اطار الحوار الاجتماعي، كتقول لك الحكومه غادي نزيد الموظفين المندا في اطار تخفيض الضريبه على الدخل لو جي ار. هو ملي كنخفضوا الضريبه على الدخل ب 1%، راه بحال الموظف في الناظور، بحال الموظف في طنجه، بحال الموظف في الداخله المغربيه، بحال الموظف في تطوان، بحال الموظف في الحسن فاجي لا خطر. 5 دقائق مرحبا. ايوا انا الا فرمي ولا معلم فالجي لا خطر، ديري لي تخفيض الضريبه على الدخل ب 17% وديري لهم الناظور تخفيض الضريبه على الدخل ب 1%. الا قال لي شي واحد نتوما كديروا العنصريه غنقول لهم مرحبا بك عمر الانتقال نجي لا خطر. وهكذا غادي نديروا هجره معكوسه. نعطيكم مؤشر خطير استراتيجي. الحكومه الموقره ترفع شعار دعم السكن الاجتماعي. اللي بغى يشني الدار في المدينه 30 مليون لتحت كتعطي الحكومه 10 المليون الدعم، اللي بغى يشري ب 30 مليون الفوق كتعطي 7 المليون دعم. فين كنبنيو الان السكن الاقتصادي والاجتماعي عباد الله؟ في طنجه، تطوان، القصر الكبير، سهل اللوكوس، كنبنيو فاس مكناس قلب سهل سايس، كنبنيو في القنيطره سيدي سليمان بالقصير سوق الاربع قلب سهل الغرب. واش كاينه شي دوله في العالم كتبني يا عباد الله السكن الاقتصادي فوق السهول؟ صلبوا ما يسمى بالسياده الغذائيه ديال الدوله، لا سوفرانتي اليمونتير ديال الشعب المغربي في السهول. سيروا دابا المكناس وفاس ما كان غير الجهات السكنيه. طلع سيدي سليمان وانت طالع القنيطره ما كاين غير السكن الاجتماعي. سير لطنجه الحدود ما كاين غير السكن الاجتماعي. ولكن واش كاين شي سكن اجتماعي في الرشيديه، في بودنيب، في صفرو، في ميسور، في الجيله خطر، في بني ملال، في خنيفره؟ شكون هي النتيجه؟ كل المغاربه يتجهون نحو فاس مكناس، القنيطره، الرباط، طنجه، تطوان، الدار البيضاء، سطات، الجديده، بوجنيقه، يعني نحو الشاويه ودكاله، حاحه والشطمه، الحوز، فزاز، سايس، القنيطره الغرب، اللوكوس، انجد، وجده. تشجع الدولة عبر الحكومة من حيث لا تدري انتقال المغاربة إلى 10% من المساحة العامة. هذيك 3 الأقطاب ديال طنجة، تطوان، الحسيمة، الدار البيضاء، سطات، الرباط، شلال، القنيطرة كيعطيو 58.2 في لو بي ان بي، والمساحة العامة ديالهم أقل من 10% من المساحة العامة. وإلا خديتي درعا فيلا ثاني جهة في المساحة
وفاس مكناس وودنون وقلميم والعيون اكبر جهه هي العيون. الساقيه الحمراء كيوصلوا اكثر من 60% ديال المساحه العامه، اقل من 15% من الناتج الداخلي الاجمالي، ويدفعون الناس الى الهجره الى مناطق السهول. انا نتحمل مسؤوليتي وغنقولها بكل امانه قانونيه، ايمانا بهذا الوطن الكريم. ربي اجعل هذا الوطن امنا مطمئنا وارزقه من الثمرات. تشجيع الحكومه للبناء والتعمير فوق السهول من الناحيه الاستراتيجيه جريمه. جاسوم ما ريسبونسابيليتي القانونيه والاخلاقيه، مورال جوريديك ايتيك الويال. خصنا يا عباد الله نخليو المغاربه ينتقلوا من المدن السهليه نحو مناطق القفار، نجيبوا الناس يجيو لهنا ونبنيو هنا اقتصاد الخدمات ويساهم في الديناميه ديال تثبيت الساكنه ومحاربه العواز، ويبنيو الناس ويتزوجوا وينتجوا الخدمات، الفنادق، لي زوبرج، بعض المصانع الداخليه في اطار ما يسمى الان بالصين. دقيقه، في السن الشعبيه الان نختم باش نعطي للسيد النائب، السن الشعبيه الان كدير ما يسمى بالموانئ البريه. الموانئ البريه حنا جلاله الملك الله يحفظه دار الميناء الاطلنطي في الداخله باش نجعلوا بلدان الساحل موريتانيا، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو يهبطوا الميناء الداخله، نبنيو قوه اقتصاديه في الاطلنطي. درنا ميناء طنجة المتوسطي نفس الاتحاد الاوروبي، درنا ميناء الناظور نفس المنطقه الشرقيه للاتحاد الاوروبي. نحتاج الى الموانئ البريه، يعني نديروا محطات او اسواق كبرى داخليه تنتج العمله وكتجعل الساكنه لا تطلب التسول ولكن تتنخرط في الديناميه ديال الانتاج. غادي نختم في 2 دقائق. عندي الاعطاب التسعه والتوصيات التسعه ونختم. سمحوا لي الله يرحم والدين الله الا ثقلت عليكم. 2 دقائق الله يفرحكم. اعطاب التنميه الترابيه: 1. المبالغه في التركيز على المركز ضمن الاولويه متكرره. الرباط هو المركز ديال فاس، وفاس هو المركز ديال بولمان، وبولمان هو المركز ديال انجيلا خطر. اذا كنهتموا بالرباط وكنهتموا بفاس ونهتموا ببولمان عاد انجيلا خطر، عاد غرمان ونجيلا خطر. اذا نديروا الاولويه متكرره ونعيد انتاج الفكر اليعقوبي من المركز الى الهامش. 2. قصور في الحكامه الترابيه، لا غوفرنونس تيريتوريال. راه ما يمكنش يا عباد الله، خلونا نهضروا بوضوح، راه ما يمكنش جلاله الملك يجي يدخل الدوله لغرمان، راه ما يمكنش جلاله الملك يجي يدخل المال لغرمان. جلاله الملك يخدم على القضايا الكبرى، العلاقات مع اسرائيل، الولايات المتحده، روسيا، الصحراء المغربيه، القضايا الكبرى. لا يجب ان نستنزف الدوله في القضايا الصغرى اللي هي قضايا القرب. مجلس الجهه، المجالس الاقليميه، الجماعات المحليه يديروا خدمتهم، والبرلمان والحكومه وجلاله الملك قرارات مركزيه كبرى اللي هي قرارات دولتيه. اختلطت الادوار وضاعت مفهوم الحكمه الترابيه. 3. هيمنه المقاربه القطاعيه. تنركزوا غير على الماء. مواطنين ما عندهمش الماء صالح للشرب، احتجاجات شعبيه للمطالبه بالماء صالح للشرب. والمغرب رغم قرار جلاله الملك الذي تحدث في جلسه عمل وفي خطاب رسمي على الملك العام المائي، هذا العام الحكومه ديالنا العزيزه بزاف ارتفعت صادرات الخيار، وارتفعت صادرات لافوكا، وارتفعت صادرات مطيشه. والمغرب اللي ما عندوش الماء ينتج المواد المستهلكه الماء لبلدان اوروبا اللي عندها الفائض في الماء. جلاله الملك رعاه الله وسدد خطاه تحدث على الملك العام المائي، والحكومه العزيزه بزاف كتبالغ في تصدير المواد المستهلكه للماء. ها النقاش فين خصو يكون. 4. ضعف مشاركه الفاعل المحلي، كيدابزوا مع بعضياتهم. الى عاوننا الرئيس غينجح وغيدي الاصوات، الى عاوننا المعارضه غتنجح غتدي الاصوات. وبدل ان نصارع ديمقراطيا عموديا لصالح التنميه، نتصارع افقيا في اطار كلما جاءت امه لعنت اختها، كل حزب بما لديهم فرحون، وتضيع الفرص امام الشعب وهي فرص المغرب المهدور، لو ماروك ابوندوني. 5. العجز عن تغيير الاكراهات الطبيعيه. خصنا ننتقلوا من الجغرافيا الحتميه الى الجغرافيا الامكانيه. ما تقوليش فرو فيه المواشي
وفيه بعض الخضر وفيه البقوليات وفيه الحبوب، غيبقى انجيله خطر صفرو وبولمان هكا حتى تفنى الدنيا. لا، نعطيكم مثال، لا يوجد اقليمكم في الخريطه السياحيه المغرب. اية مجهودات تبذل وزاره السياحه باش يولي الاقليم ديالكم في اطار السياحه الثقافيه والسياحه الايكولوجيه؟ لا، النمطيه المتكرره المنطقه من زمان، البقوليات، الحبوب، شويه ديال البهايم، الموظفين صغار، شويه ديال البراء. لا ننتج في نمط الانتاج. اطرح هنا السؤال، اي نمط انتاج؟ لو مود دو برودكسيون. للاسف الشديد الحكومه درنا مجهود، عينا لجنه فيها ابن موسى، سمعنا الفرقاء، درنا النموذج التنموي، ارفعوا التحدي امام نخب الرباط بكل احترام. الحكومه والاحزاب السياسيه اعطوني النموذج التنموي الجديد الان في المغرب باش غنعرف انا انتهى النموذج التنموي القديم اللي هضر عليه جلاله الملك. درنا من نموذج تنموي جديد، اين هو في برامج الحكومه؟ اين هو في المشروع المجتمعي؟ قلبوا عليه، راني مازال تنقلب عليه. 6 مركزيه القرار الاداري وهامشيه القرار السياسي. ما خصناش نعطيو بزاف القيمه للاداره، حتى كيقولوا المواطنين راه الاداره اللي ما بغاتش دير التنميه، راه المنتخبين ما عندهم التدور ونسيء للدوله. على الدوله ان تمتلك الشجاعه لمنح صلاحيات الفاعل المنتخب وتقلص من صلاحيات المعين باش الشعب يتحمل مسؤوليته. بغى يطور راسو، بغى يفشل راسو يتحمل مسؤوليته. اذا المبالغه في تقديس مركزيه القرار الاداري وتهميش سلطه القرار الانتخابي كيعطينا واحد معضله في صناعه قرار عمومي جيد وديمقراطي. 6 سياده البيروقراطيه في انتاج النخب المحليه. خصنا نديروا اعاده او منشمه تجديد النخب حتى لا تكون دولة بين الاغنياء منكم. 9 ضعف المركزيه الفعاله. الرباط خصو يفكر لنا شي شويه. نختم في دقيقه وسيد الرئيس الله يرحم والدين. ممكن نخليو التوصيات المداخله الثانيه ديالك تكون ربما عندها معنى اكثر. غنكمل في 40 سكوند باش ما يكلفوش. مركزين معايا ياك حسن، مركزين معايا ونمشي للسيد النائب نهضر فيه دقيقه ضروري ونختم. دقيقه ونص الله يرحم والدين. لا غير نكمل دقيقه. توصيات. واحد الانتقال من التنميه المحليه الى التنميه الترابيه. شكون هو الفرق؟ التنميه المحليه كنخدموا باللي عندنا، التنميه الترابيه خصنا نبدعوا، نديروا ابداع باش بولمان يولي عنده خدمات اخرى ماشي الخدمات التقليديه. ما عندناش الابداع. نحتاج الى الانتقال من التنميه المحليه الى التنميه الترابيه على اساس الابداع في المشاريع المتكامله. 2 من الرؤيه الاحاديه للنمو الى المقاربه النسقيه للتنميه. 3 الانطلاق من خصوصيات الوسط الترابي وفق رؤيه ترابيه متكامله مندمجه الى نهج سياسات عموميه تمييزيه على اساس التمييز الايجابي. 4 تحفيز استقرار المورد البشري بمنح تعويضات للموظفين للاستقرار وسلك مساطر خاصه للبناء والتعمير. بنادم شكل في الدار ديال جدو ما عندوش الوراق كيهز الملا يملس بالطين ها القايد وقفايا ايوا كنا تملس نوالو تحبس يوني بنا العمارات هنا واش الوقت خرجت انا ونز غدا ميدان ندوز دين هيا غندان كنا غنمشيو للهير لان كاين العمارات كاين 10 المليون ديال الدعم كاين الاعفاءات الضريبيه. احنا جايين للسهول. شكون غيجلس لكم هنا غدا؟ القرادات الوحوش ايوا دعما غنقيم. خص الدوله تشجعنا باش نجلسوا هنا وهذا خطاب خصو يوصل صناع القرار. 5 تفعيل المضامين الدستوريه اللي هي 12 فصل في الدستور كتهضر على سياسات القرب، فيها ادوات، فيها وسائل، فيها ديناميه التنميه. 6 تفعيل صندوق التضامن بين الجهات. ايوا الدار البيضاء اللي عندها حوالي 32.6% من الناتج الداخلي الاجمالي، ايوا تعطينا شويه الفلوس لهنا. صندوق التضامن الجهوي غير مفعل في المغرب. 7 تنزيل مبادئ الحكمه والمراقبه، ربط المسؤوليه والمحاسبه ماشي غير للمنتخبين، لان بخصنا العمل الانتخابي. دير 5 دراهم ديال اللايف ولا سرق اللايف في القهوه، ضرب في الجامعه وفي البرلمان حتى تشبع، ما يهضر معاك حد. يهضر على سلطه المصالح اللاممركزه. وعلينا ان نعتمد مقاربه الحكمه والرقابه للمنتخبين والمعينين في اطار تكافؤ الفرص في اعمال وتنزيل وانفاذ القاعده القانونيه. 8 حمايه البيئه كأساس التنمية المستدامة. 9 الانتقال الواعي من الخطاب الاحتجاجي
إلى المذكرات الترافعية تحمي المواطنين يسردون الشرعية، يشتغلون داخل الثوابت، يؤمنون بالوطن. أخيرا بغيت نقول كلمة ماشي تزلف، أنا غنختم في 30 سكوند. أنا جو سوي أبوليتيك، ما عنديش انتماء حزبي، والله القسم بالله الله تعالى راقب على صدري والملائكة كتسجل. والله القسم السي رشيد، والله إلا أعطاني درهم لا يحييني، والله القسم إلى كفاءة، لا والله القسم بصدق. يكفيكم شرفا، يكفيكم شرفا النائب برلماني كيجلس يناقش وكيحضر دائما عندكم. حنا عندنا 32 برلماني ورداو تنتني ورا كلين ورجمت النائب، عندنا شباب ما عمرنا شفناهم تهلاو في هذا الراجل عرن ولا رياضه. لان نكوني شوف نهضر بالشلحه ورنسل القمانيريزم ورنسل القمانيريزم دان كاتيريزم، كنضربوا الرجال، كنبخسوهم، كنوصموهم، كنتعرضوا لهم، كنستنزفوهم بالصراعات الداخليه، وكنحيدوا لهم القوى يدبزوا في الرباط بالقانون باش يبوا لنا شي حاجه. عاونوه ما تعرقلوش. شكرا لكم. شكرا. يعطيك الصحة السي سعيد. شكرا جزيلا سي سعيد، احييك عاليا على المداخله القيمه، وان كنا بغينا نقسموها لك على مراحل، ولكن اعتقد اننا نرجعوا في اطار النقاش، مازال غيكون نقاش تفاعلي مع الحضور مع الاساتذه، لذلك نحن فقط في بدايه اللقاء. احييك واشكرك على المداخله القيمه. امر واياكم، لكن اعتقد قبل ذلك ضروري ندير واحد النقاش على سي سعيد اللي هي الاهميه والرمزيه ديال اننا نديروا اللقاء في هذه البلاصه هذه اللي هي النجيل، اللي هي نموذج ديال الهامش. اعتقد الكواليس لا يعني ليست ضروريه اننا نتكلموا عليها، ولكن باش فريمون دير لقاء بهذا الحجم، بهذا الموضوع، بهذه الاهميه في واحد المنطقه مهمشه بحال النجيل، راه فريمون تحدي كبير. صحيح، تحدي كبير بزاف. غير باش دير هذه الخيمه وتلقى ما لقيناش القاعه. دابا مثلا في ميسوف، في بولماز، بزاف ديال المناطق في المركز بغيتي دير لقاء سياسي غتمشي للقاعه غديرو سهله. حنا غير لوجيستيا نعتقد شهر وحنا نستعد، لكن مهم بزاف ورمزي بزاف ان لقاء بحال هذا، ان نقاش بحال هذا ديال التفاوتات المجاليه، ديال العداله المجاليه ينبثق وينطلق ويتصاغ من داخل الهامش، لانه لا يمكننا ان نسمح او ان نرضى بنقاش العداله المجاليه، بنقاش ديال التفاوتات انها يتصاغ لنا سياسات من المركز للهامش. لا بد للمركز، لا بد عفوا للهامش ان ياخذ المبادره، لا بد للهامش ان يقول كلمته، لا بد للهامش ان يكون له صوته. وامر ومن خلالكم الى صوت، ولا اعتقد الصوت الوحيد زعما وتحمل مسؤوليتي في قولها للهامش، خاصه على مستوى اقليم بولمان، اللي الصدى ديال المعاناه والصدى ديال الهامش والتهميش والتفقير يوصله ويتبناه ويدافع عنه على المستوى المركزي، على المستوى الوطني، على المستوى الدولي. واعتقد واقولها انه من الناس اللي رجعوا لي الثقه في العمل السياسي، اللي رجعوا لي الامل اننا ممكن نديروا شي حاجه ترافعيا على مستوى اقليم بولمان، على مستوى الهامش المهمش، هو رشيد حموري بكل صدق. وهو يعي ذلك ويعي الخطاب والنقاش اللي صيفط له في الوقيته اللي فكرت انا نلتحق بحزب التقدم والاشتراكيه، لانه صدقا ملينا من الثقافه التجمعي. وهذا اعتقد رساله ديال الشباب النجيل اننا درنا هذا اللقاء على المستوى السياسي وانتخابنا ممكن ننجحوا بطرق معقوله، ولكن ماشي بالضروره هكا. لكن المنطق ديالنا والمنطق ديال الحزب هو منطق النقاش المفتوح، هو منطق الترافع المفتوح، هو منطق تبني خطاب الهامش والدفاع عليه بحضور رجالات سياسيه جريئه بحال السي رشيد. ارحب من خلالكم بالسي رشيد مره اخرى، واقول له دمت نبراسا، دمت صوتا للهامش، ودمت لنا قياده حزبيه وسياسيه في الاقليم ومن خلال الاقليم على المستوى الوطني. امر الى السي رشيد حموني ومداخلته التي ستكون بعنوان تداعيات الخطيره للفوارق المجاليه واشكاليه التفعيل، الحاجه الى حكومه بكفاءه سياسيه ومؤسسات منتخبه قويه. تفضل السي رشيد، شكرا للحضور.
شكرا سي ابراهيم. في الحقيقه اخجلتموني بالكلمات اللي جات على الاستاذ الجليل دكتور سي سعيد والعنزي، بطبيعه الحال غني عن التعريف، واللي يتابعه جميع المواطنين والمواطنات، وخصوصا لمن ينتمون الى الهوامش او الى المناطق التي لم تنل حظها من التنميه. بطبيعه الحال يتابعونه على خطابه الصريح، خطاب اللي نابع من الواقع. سي ابراهيم كذلك، انا الكلمه اللي قال في حقي في الحقيقه هي كثيره عليا، لانني ما اقوم به هو جزء من الواجب فقط، رغم انني دائما احس انني مقصر بزاف ديال الامور.